أبي ما نبدأ. صلوا على النبي. كل الناس يصلوا يقوم يصلي الأول، عشان النهاردة عندنا شاب هيحكي حكايته عن العادة السرية. أنا مش هبدأ كلامي بجمل محفوظة من نوعية أنا فلان ودي حكايتي، لأ. أنا عايز أقول لكم حاجة من القلب للقلب، حاجة لو كنت سمعتها من حد قبلي حياتي كانت هتبقى مختلفة تمام. أنا اسمي يوسف، طالب في كلية أنا أصلا مش بحبها، دخلتها علشان مجموعي فرضها عليا. كل يوم فيها كان بيأكد لي إن مستقبلي اللي جاي مش هو اللي كنت بحلم بيه، بس كل ده كان ممكن يعدي لو ما كانش في حاجة تانية مخلياني حاسس إني ضايع بجد. هند هند بنت في دفعتي، مش أي بنت، دي البنت اللي أول ما شفتها قلبي دق. بس المشكلة إن هند مكانتش شايفاني، أو بمعنى أصح كانت شايفاني بس مش بالطريقة اللي كنت عايزها. كنت بالنسبة لها الولد العصبي اللي صوته بيعلى بسرعة، اللي مش بيعرف يتكلم من غير ما يحس إنه لازم يثبت إنه صح، واللي دايما عينه رايحة في كل اتجاه وكأنه مش قادر يركز مع بنت واحدة. يوم ما قررت أصارحها بمشاعري ردها كان زي السكينة اللي دخلت في قلبي. يوسف، أنا مش هقدر أكون مع حد زيك، أنا عايزة حد أرتاح معاه، مش حد كل تصرفاته تقلقني. الكلام ده خلاني أقف قدام نفسي لأول مرة وأفكر إني فعلا كده، أنا فعلا عصبي بالشكل ده، وأنا فعلا مش بحترم البنات. ووقفت قدام المراية وشفت نفسي بنظرة تانية لأول مرة. كنت متعود على حاجة تانية، حاجة كنت فاكرها عادية لكنها كانت بتاكل في روحي كل يوم، العادة السرية. كنت متعلق بيها، وكل ما أكون متضايق أو حاسس بضغط ألجأ له، وده خلاني على طول حاسس بخنقة، مش قادر أحس بالراحة، وبعيد عن ربنا من غير ما أحس. الموضوع ده خلاني كمان مش قادر أتحكم في نظراتي، أي بنت تعدي قدامي كنت ببصلها كأني مش قادر أمنع نفسي. وده خلاني أفهم ليه هند رفضتني، ليه كانت شايفاني شخص مش موثوق فيه. لحد ما في يوم كنت بتصفح يوتيوب كالعادة، ووقع قدامي فيديو عن عذاب القبر. فضلت أتفرج، وكل كلمة فيه كانت بتخبطني بتحسسني إن حياتي ماشية في طريق غلط، وإن أي لحظة ممكن يجي وقتي وأقول يا رب ارجعون، بس ساعتها مش هلاقي فرصة أرجع وأصلح اللي فات. من هنا خدت القرار اللي غير كل حاجة، اللي غير كل حاجة. لازم أبدأ إن أنا أغير نفسي قبل ما يفوت الأوان. أول خطوة كانت أصعب مما توقعت، حاولت أبطل العادة اللي مسيطرة عليا بقالها سنين، وكنت فاكر إن الموضوع سهل، لكن الحقيقة إنه كان صعب، كان أصعب مما تخيلت. كل يوم بحاول، كل يوم بفشل، ولما أفشل أحس بإحباط رهيب وأرجع لنفس الدوامة تاني. بس كنت كل مرة أقع أفكر في الفيديو اللي شفته، وأقول لنفسي طب لو مت دلوقتي، لو ربنا خد روحي دلوقتي. والسؤال ده كان بيخليني أقوم من تاني وأحاول وأجاهد نفسي. وده خلاني أبدأ أفهم إن التغير مش لحظة، التغير حرب مع نفسك، مع عادتك القديمة، مع رغباتك اللي بتشدك للخلف. بدأت أملأ وقتي بحاجات مفيدة، صليت لأول مرة بخشوع، وكنت حاسس إن قلبي بيتكلم مع ربنا، مش مجرد حركات بأديها وخلاص. بدأت أقرأ في الدين وأسمع فيديوهات لناس بتتكلم عن التغير والنجاح وإزاي تبني نفسك من الأول. وفي وسط ده كله قررت أخد خطوة جديدة، لازم أبعد عن أي حاجة كانت بتخليني أرجع لنفسي القديمة. مسحت كل الحاجات اللي كانت بتشدني للعادة دي، حتى الموبايل بطلته فترة، وبدأت أشغل نفسي بحاجات تانية، حاجات تخليني أحس إني مش مجرد بني آدم عايش وخلاص. قررت أدور على هدف جديد في حياتي،
لكن السؤال كان أبدأ منين؟ إزاي ألاقي حاجة تشدني وتخليني أركز فيها بدل ما أرجع لعادتي القديمة؟ وأنا بفكر لقيت إعلان عن كورس في ريادة الأعمال، حاجة عمري ما فكرت فيها قبل كده، بس حسيت إنها ممكن تكون بداية جديدة. سجلت فيه وبدأت أتعلم عن المشاريع وإزاي ممكن الواحد يبدأ مشروعه الخاص حتى لو كان معهوش رأس مال كبير. كان عندي شوية فلوس كنت حوشتها من مصروفي، قررت إن أستثمرها في حاجة مفيدة بدل ما تفضل راكنة. فكرت في حاجات كتير بس اللي شدني فعلا كان مجال التجارة الإلكترونية. بدأت أبحث وأتعلم وقضيت ساعات طويلة قدام فيديوهات أتعلم عن البيع والتسويق وإزاي أبدأ بنفسي من غير ما أعتمد على حد. كنت عارف إن الطريق مش سهل، بس لأول مرة في حياتي كان عندي هدف حقيقي، حاجة عايز أوصلها، مش علشان حد لكن علشان نفسي. في الأول كان الموضوع صعب، قعدت شهور بحاول وللأسف ما حققتش أي مكسب، لكني ما وقفتش. كنت متأكد إن النجاح محتاج صبر وقررت أدي نفسي فرصة. بدأت أطبق اللي اتعلمته، جربت أبيع منتجات رقمية بدل ما أتعامل مع شحن وبضاعة، ودي كانت نقطة تحول كبيرة. بعد فترة صغيرة بدأت أحقق أول ربح، كان بسيط لكنه كان دليل إني ماشي صح. في نفس الوقت كنت بحاول أحسن نفسي مش بس ماديا لكن كمان كشخص. بدأت أراقب تصرفاتي، أقلل من عصبيتي وأحاول أكون إنسان أحسن، مش بس علشان هند لكن علشان نفسي. وفي يوم كنت ماشي في الكلية وشفت هند من بعيد. المرة دي ما كنتش حاسس بنفس الإحساس القديم، ما كنتش حاسس إني لازم أبص على بنات غيرها، لأ، لازم هي اللي تبقى في عيني وبس. كنت هادي واثق وعارف إن اللي بعمله لنفسي مش علشان حد تاني. لكن الغريب إنها كانت بتبصلي بطريقة مختلفة، وكأنها لأول مرة بتاخد بالها مني بجد. وهنا عرفت إن الرحلة اللي بدأتها كانت تستاهل كل لحظة تعبت فيها. بس هل ده معناه إن الطريق خلص؟ بالعكس، كنت لسه في البداية، والمفاجآت اللي جاية كانت أكتر مما توقعت. المفاجآت اللي جاية كانت أكبر مما توقعت. وأنا في الكلية بدأت أسمع شوية كلام عن الناس اللي بتبدأ مشاريع صغيرة وتنمو مع الوقت، فبدأت أتأكد أكتر ممكن أحقق أكتر من كده. عرفت إنه مش كل شيء يعتمد على الشهادات، ده موضوع أكبر من كده بكتير. الموضوع كله عن الإرادة والتصميم والرغبة في النجاح. في الوقت ده جاتني فرصة جديدة ما كنتش متوقعها أبدا. شفت هند لوهلة حسيت إني مش قادر أصدق. هي كانت واقفة مع صاحبتها في الكافيتيريا وأنا كنت ماشي عادي في اتجاههم. لو كنت من فترة تحسسك إني مش قادر أركز أو إنني هبص في أي اتجاه تاني، لكن المرة دي كان في حاجة مختلفة في نظرتي. بصيت ليها كأنها الشيء الوحيد في حياتي بكل المشاعر الجميلة، لأنها سبب تغيري. المرة دي بقى عندي كتير في حياتي يشغلني غير المشاعر اللي كانت معلقة لسه من أول. كنت مشغول بتطوير مشروعي ومحاولة تحسين نفسي أكتر. أنا مش هقول إن الموضوع كان سهل أو إن كل شيء اتغير بالليلة وضحاها، لكن فجأة حسيت إن أنا مش بس بقيت شخص أفضل علشان هند لكن علشان نفسي. ودي كانت النقطة اللي فرقت معايا. النتيجة ما كانتش مجرد تحسين في علاقتي مع الناس لكن في شخصيتي الداخلية، في عالي. وفي يوم من الأيام لقيتها بتقولي يوسف، كنت شايفاك قبل كده لكن دلوقتي حاسة إن في حاجة اتغيرت فيك. انت مش نفس الشخص
اللي كنت أعرفه، وده خلاني أفكر فيك بطريقة تانية. الكلام ده كان ليه طعم مختلف، وحسيت إني فعلا قاعد في مكان تاني في حياتي بعد ما قدرت أغير حاجات كتير في نفسي. ومن هنا بدأت هند تبصي بشكل مختلف، وكانت تتكلم معايا أكثر وتحاول تتعرف على الجانب الجديد اللي ظهر. مش بس هي، أنا كمان بدأت أشوف الناس بشكل مختلف، وبدأت أفكر إن ممكن يكون عندي تأثير أكبر من كده في الحياة. خلاص ما بقتش حاسس إني مضيع وقتي أو إنني مش قادر أحقق حاجات جديدة. لكن هل ده كان معناه إني خلاص تمام؟ طبعا لا، الموضوع لسه طويل، ولقيت نفسي مش لوحدي في الطريق ده. كنت عايز أكون قدوة للناس التانية لحد ما أخد الشجاعة وأبدأ أقول لكل شخص ملهوش هدف، أو كل واحد لسه حاسس إنه ضايع زي ما كنت حاسس، إن التغير مش صعب زي ما ممكن يكونوا فاكرين. التغير مش في لحظة، التغير في رحلة مستمرة، في كل خطوة تاخدها هتحس إنك أقوى وأقرب لنفسك اللي كنت دايما عايز تكونها. لو كنت أنا قدرت أعمل ده، ليه أنت متقدرش؟ مفيش حاجة سهلة في الحياة، وكنت عارف من البداية إن الطريق اللي اخترته هياخد مني وقت وصبر، بس كان عندي شعور مختلف جواي إن كل خطوة أنا باخدها بتحسسني إني قربت أكتر من اللي عايز أكونه. وبالرغم من إني بدأت أحقق بعض النجاح في مشروعي، ورغم إني كنت حاسس إني بدأت أكون شخص مختلف، لكن ما كانش ده كافي. لسه كان في جزء من حياتي مفيش فيه تقدم، وهو ده الجزء اللي كان فيه هند. كنت كل مرة بحاول أكون قدوة لنفسي، لكن في نفس الوقت كنت حاسس إن فيه حاجات لسه مفيش فيها تغير حقيقي في طريقة تفكيري تجاه العلاقات، مش بس مع هند لكن مع كل الناس في حياتي. عارف، في البداية كان الموضوع بالنسبة لي زي لعبة، كنت بفكر في النجاح والفلوس والشهرة أكتر من العلاقة الحقيقية. لكن بعد فترة بدأت أدرك إن العلاقة الحقيقية مش في المال ولا في المشروع، لكن في الشخص اللي قدامك. كل ما كنت بحاول أغير نفسي علشان هند، كنت أكتر بغير علشان نفسي أولا. كنت بحاول أكون الشخص اللي يقدر الناس حواليه، اللي يفهم مشاعرهم ويتعامل معهم بهدوء واحترام. في يوم حصلت حاجة غيرت كل حاجة في حياتي. كنت قاعد مع أصحاب لي في الكلية، وفجأة لقيت هند داخل الكافيتيريا، ومرة تانية وقفت قدامها، بس المرة دي حسيت بشيء مختلف. هي كانت بتبصلي مش بطريقة زي الأول، لكن كانت مبتسمة وبتسألني: زي حالك يا يوسف؟ بقالي زمان مش شايفاك، شفت إنك بقيت مختلف. كانت الكلمات دي كأنها بصمة جديدة في حياتي. حسيت إني مش بس تغيرت في نفسي، لكن في عيون الناس كمان. اللحظة دي مش هقدر أنساها. هند مش بس كانت شايفاني شخص مختلف، لكن كنت حاسس إنه في تغير حقيقي جوايا، مش مجرد كلام لكن أفعال وحاجات صغيرة بدأت تظهر في تصرفاتي. كنت لسه مش قادر أصدق إزاي كل ده بدأ يحصل. وكل ما أفكر في كل اللي مريت بيه، أقول لنفسي لو ما كنتش قررت أغير نفسي ما كنتش هكون هنا دلوقتي، ما كنتش هكون قادر أحقق أي حاجة. وبالنسبة لي ده أكبر نجاح. اللحظة دي كانت بداية فصل جديد في حياتي، ومعرفتي بهند بقى لها طعم مختلف. كانت كلمة واحدة منها ممكن تخليني عايز أعمل المستحيل علشان أشوف ابتسامتها. كنت كل يوم بحاول أعمل حاجة صغيرة تبين ليها قد إيه هي مهمة بالنسبة لي، وكمان عايز أثبت لنفسي إن التغير مش مجرد كلام، ده فعل. بدأت ألاحظ إنها بتحب الحاجات البسيطة، الحاجات اللي مفيهاش حد تاني بيتلفت ليها.
كانت بتحب الورود. كنت فاكر في يوم من الأيام إن هي مش هتحب حاجة زي كده، لكن لما جبت لها وردة بسيطة كانت سعادتها فيها حاجة عمرها ما كانت في حاجة تانية. لقيت نفسها مبتسمة وتقولي مستحيل كنت أتوقع إنك تجيبلي وردة زي دي. يوم بعد يوم كل هدية كنت بقدمها ليها كانت تقربني منها أكتر. مش الهدايا بس، أنا كنت بلاحظ كل حاجة بتحبها. كانت بتحب تقرأ كتير، فكنت أجيب لها كتب في مجالات مختلفة. كل مرة كانت تحكي لي عن حاجات جديدة قرأتها في الكتاب، وكأننا كنا بنبني نوع من التواصل الفكري بينا. كنت بسمعها بحرص، وأحيانا كنت أطلب منها نصايح مع أنني كنت عارف أن الكلام ده مش سهل ليها، لكن هي كانت تحسني في حاجات كتير. وكان في حاجة تانية كنت بلاحظها كل مرة كنت أساعدها فيها. لما كنت أشوفها متضايقة بسبب حاجة في الكلية أو مشكلة مع أصدقائها، كنت دايما بحاول أكون جنبها، أسمعها وأدعمها. كنت حاسس إني مش بس بحاول أثبت لها إني شخص أفضل علشانها، لكن كمان علشان نفسي. يعني لما بحاول أكون شخص محترم وأكون موجود ليها، ده بيخليني أحس إن بقى ليا قيمة في حياتها أو في حياتي. ومع مرور الوقت كانت هند بتبص لي بشكل مختلف، مش مجرد شخص عصبي ولا متسرع. ده بقى في جوانب تانية في شخصيتي ظهرت ليها. كانت بتشوفني شخص هادئ عنده طموحات وعنده هدف واضح، وده جذبها لي بشكل غريب. بدأت تقترب مني أكتر، تتكلم معايا أكتر، وكل يوم كنت بحس إننا بنقرب من بعض خطوة بخطوة. في يوم من الأيام بعد ما أكملت شغلي في المشروع بتاعي وبدأت فعلا أحقق نجاحات بسيطة لكن واضحة، قررت إني لازم أقول لها الكلام ده. قلت لها مش بس عن مشاعري، لكن عن كل التغيرات اللي حصلت في حياتي علشان أوصل للإنسان اللي أنا بقيت عليه دلوقتي. وأنا بتكلم كانت بتسمعني باهتمام، وكانت حاسة إنني بقول حاجة غالية. في اللحظة دي وقعت في حبها بجد، وكانت هي كمان بدأت تحس إنها وقعت في حبي، مش علشان الهدايا أو الكلمات الحلوة، لكن عشان التغير الحقيقي اللي شافته في شخصيتي. شافته مش بس كلام لكن أفعال. في الوقت ده حسيت إن كل خطوة كنت باخدها وكل تغير حصل في حياتي كان له معنى أكبر، مش بس علشان أكون شخص أفضل لنفسي، لكن كمان علشان أكون الشخص اللي هند تستحق. كنت عارف إن كل حاجة كنت بعملها علشانها كانت بتظهر في تصرفاتي، وكل حاجة كبرت في حياتي كانت بتقربني ليها أكتر. بعد ما بدأت مشروعي يبقى أفضل وبدأت أكسب فلوس وأثبت نفسي، قررت إن الوقت ده هو الأنسب لأني أكون جاد مع هند. يعني أنا كنت لسه شايف نفسي في بداية الطريق ولسه في حاجات كتير عايز أحققها، لكن كنت واثق إن اللي بيني وبينها في أساس حقيقي مش مجرد كلام عابر. قررت إن أصالحها، ودي كانت اللحظة الأصعب في حياتي. كنت متردد في البداية لأنني كنت مش عايز أحس إني متسرع أو أنني مستعجل في شيء ممكن يكون لسه في بدايته، لكن مع مرور الوقت كنت حاسس إن المشاعر دي مش مجرد مرحلة، وإن هند هي الشخص اللي نفسي أكمل معاه حياتي. رحت ليها في يوم من الأيام بعد ما كنت شوية متوتر ومش قادر أركز في شغلي أو في حياتي اليومية بسبب التفكير في الموضوع ده. قلت لنفسي أنا لازم أقول لها دلوقتي. كنت جالس في الكافيتيريا مع أصحابنا وفي لحظة صمت قلت لها هند، في حاجة كنت عايز أقولها لك من زمان. أنا بحبك.
مش بحبك علشان شكل أو حاجة سطحية، لكن علشان كل حاجة فيكي، علشان شخصيتك، علشان بتقدريني وتفهميني، علشان عرفتيني معنى التغير الحقيقي. أنا بجد عايز أكون معاكي في حياتي. اللحظة دي كانت مش سهلة، كنت مش عارف هي هترد ازاي، لكن في عيونها لقيت شيء مختلف، شيء كان واضح انها مش بس معجبة بيه، لكن حست بمشاعري. هي كانت واقفة قدامي بتبتسم، وفجأة قالت لي: يوسف، أنا شفت التغير فيك، وشفت اللي عملته علشان نفسك مش علشان أي حد تاني، وأنا بقدرك جدا. لو كنت جاد أنا جاهزة نتكلم عن المستقبل مع بعض. وأنا في اللحظة دي كنت حاسس إني في عالم تاني، ما كنتش متوقع إنها هتجاوبني بالشكل ده. أنا جاهزة إن احنا نتكلم عن المستقبل مع بعض. ما كنتش متوقع إنها هترد بنفس الإجابة أو هتجاوبني بالشكل ده، لكن ده كان شعور عميق جوايا إن التغير مش بس بيحسن حياتك، لكن كمان بيخلي الناس تشوفك بشكل مختلف. ودلوقتي أنا مستعد أقول لها إنني مش بس بحبها، لكن مستعد أبدأ معها خطوة جديدة في حياتنا، خطوة أكبر من مجرد علاقة، خطوة لخطوتنا مع بعض. بعد ما حكيت لها عن مشاعري وكنت حاسس إن الدنيا اتفتحت قدامي، كان في حاجة مهمة لازم أعملها علشان أثبت ليها قد إيه أنا جاد في كلامي. الموضوع مش مجرد كلمات ولا مجرد وعد، الموضوع كله عن الأفعال. كنت عارف إن هند تستحق أكتر من كده، وإنها طول الوقت كان عندها حلم كبير، حلم بيتها الخاص وذهبها اللي بتتمناه، وكان لازم أكون أنا الشخص اللي يحقق ليها ده. الخطوة دي كانت أكبر تحدي ليا، لكن كنت مستعد ليها. قررت إنها أشتغل وأموت نفسي في الشغل علشان أحقق كل حلم ليها. ده مش هين والوقت مش هيكون في صالحنا، لكن كان عندي إيمان إن كل دقيقة هادئ فيها هتكون ليها قيمة كبيرة في النهاية. بدأت أشتغل على مشروعي بكل قوتي. أكثر من أي وقت مضى كنت بحاول أجمع فلوس وأطور من شغلي وأخلي كل خطوة محسوبة علشان أقدر أبني ليها البيت اللي حلمت بيه. كنت أحيانا بشتغل أكتر من 12 ساعة في اليوم، كنت بقضي وقت كبير في البحث عن فرص جديدة، وفي نفس الوقت بضيف أفكار جديدة للمشروع. كنت بحاول أوازن بين الحياة الشخصية والعملية، لكن كل حاجة كانت بتدور حوالين هدف واحد، إن أقدر أوفر ليها كل حاجة كانت بتتمناها. كنت فاكر إني لو اشتغلت بجد مهما كان التعب في النهاية هحس إنني بدي ليها أجمل حاجة ممكنة، وكنت كل يوم أقول لنفسي هي تستحق أكتر من كده، لازم أكون الشخص ده ليها. ومع الوقت بدأت أحقق أهدافي، كنت كل ما اقترب من الهدف كنت حاسس إن هند بدأت تشوف ده، بدأت تحس بالجدية اللي بيشتغل بيها. كنت كل ما أقدم لها هدية أو مفاجأة صغيرة كانت بتشكرني، لكن في عينيها كنت بشوف نظرة مختلفة، نظرة فيها احترام وإعجاب، كأنها بدأت تحس بالصدق في مشاعري. وأخيرا بعد ما قدرت أحقق جزء من أهدافي وبدأت أجهز البيت اللي كانت بتحلم بيه، وجمعت جزء من المال لشراء الذهب اللي كانت دايما تحكي لي عنه، قررت إن الوقت المناسب جه. رحت لها وأنا مش بس عندي مشاعر من حب، لكن عندي ثقة في نفسي وحياة جديدة. قلت لها: هند، كل حاجة كنت بتحلمي بيها أنا بدأت أحققها علشانك، وكل خطوة أنا أخدتها علشانك، عشان أثبت ليكي إني مش جاد بس في كلمتي لكن في أفعالي. دلوقتي جيت عشان أطلب منك تكوني شريكة حياتي. هل توافقين أن أكون زوجك؟ اللحظة دي كانت في غاية السحر. عيونها كانت مليانة بالدموع، وكانت مبتسمة زي شفتها قبل كده.
لحظة ما توقعتش إنها هتكون كده. كان في عيونها كل شيء، كان فيها حب وفخر واحترام، وفي النهاية قالت لي نعم يوسف، نعم هتكون شريك حياتي، وأنا فخورة بكل خطوة. أول ما سمعت الإجابة دي كان كل شيء في حياتي ابتدى يتحقق. لم أكن في حاجة لأي حاجة تانية في الدنيا، لأني أخيرا قدرت أكون الرجل اللي هي كانت بتستحقه. مع كل خطوة وكل تحدي كنت بحس إني اتغيرت، وإن دلوقتي مش بس حصلت على حلمي، لكن كمان وصلت لمرحلة جديدة في حياتي. وأنا دلوقتي هنا معاكم وحاسس إني عشت رحلة طويلة مليانة تحديات وتغيرات، بس في النهاية لقيت نفسي مع اللي بحبه. وأنا مش جاي أقول لكم إن الحياة سهلة ولا التغير بيحصل بين ليل وضحاها، لكن التغير الحقيقي في حياتنا بيبدأ من جوه، من القلب، ومن رغبتنا في التحسن والإصلاح. النهاردة حابب أقول لكل الشباب اللي بيسمعني، يا جماعة لازم نقدر البنات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالنساء. لازم نعاملهم بكل احترام وكل تقدير، لأنهم هم رفقاء الدرب، وهم اللي بيقفوا معنا في أوقات ضعفنا، وهم اللي بيشجعونا نكون أفضل. ما ننساش إنهم مش مجرد جزء من حياتنا، لكنهم شريك أساسي في بناء حياتنا. اللي بيحترم المرأة هو اللي هيحترم نفسه. وأنا كمان عايز أقول لكل شاب مهما كان موقفه إنه لازم يبعد عن أي حاجة تزعل ربنا. لازم نبعد عن الحاجات اللي بتبعدنا عن الله، ونقرب أكتر من ربنا. كلما قربنا منه كلما حصلنا على السلام الداخلي اللي بنحتاجه، وكل ما ربنا هيوفقنا في حياتنا وحياتنا العاطفية. مع ربنا كل شيء بيبقى ممكن، بس لازم يكون عندنا الإيمان إن هو خير موجه لينا، وإن مش هيسيبنا في ضياع. وبالنسبة لي وأنا هند، بعد أسبوع من دلوقتي هنكون فرحانين مع بعض، وهناخد خطوة جديدة في حياتنا، ودي لحظة من أحلى لحظات حياتي. وأنا هنا مش بس عايز أقول لكم عن فرحي، لكن كمان عايز أطلب منكم دعوة ليا وليها، دعوة من قلبكم. ربنا يرزقنا السعادة ويوفقنا بحياتنا مع بعض، ويقدرنا على أن نكون رفقاء درب لبعض، وأن نعيش حياة مليانة حب واحترام ورحمة. في النهاية أنا بقول لكل شاب ما تتسرعوش في اتخاذ قراراتكم، ولكن لما تشوفوا النية الطيبة من قلبكم واعملوا كل حاجة من أجل رضا الله، هتلاقوا السعادة الحقيقية. وبالنسبة لي هند مش بس حبيبة، دي رفيق دربي، وإن شاء الله نعيش مع بعض حياة مليانة بالأمل وبالتوفيق. وكل واحد فيكم يدعي لينا ربنا يوفقنا، يا رب يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، آمين. شكرا ليك يا يوسف على القصة الجميلة دي، وأتمنى فعلا إن كل الشباب تحاول ما تعملش العادة الوحشة دي، وتحاول توصل حياتها وتغير حياتها واحدة واحدة. التغيير مش بيجي مرة واحدة، التغيير بيجي واحدة واحدة. شكرا قوي، وأتمنى إن انتوا تصلوا على النبي كتير، و تسبح ربنا كتير وتستغفر ربنا كتير. اي حاجة بتعملوها مهما كانت وبعدها استغفرت ربنا كتير، ربنا هيتوب عليكم. معايا طبعا الشرك بالله. كل يوم انا مثلا النهاردة كذبت او مثلا ضربت اختي او عملت حاجة وحشة او زعلت ماما او زعلت حد من صحابي بكلمة ضايقته بجرح جرحتهوله، لو استغفرت وتبت ربنا وقلت يا رب انا اسفه ما عملتش كده، مش هعمل كده تاني، ان شاء الله ربنا يغفر لي. حتى لو عملت الحاجه دي بكره، بس لازم انوي ان انا مش هعملها تاني، ورجعت عملتها تاني كده واستغفرت، ان شاء الله ربنا يغفر لي. وربنا اللي قال كده في القران، مش انا اللي بقول. ان شاء الله. واستنونا مع كل حلقه جديده وقصه جديده وموقف جديد، وان شاء الله اجيب ابطال تانيين يحكوا لكم قصتهم مع ثانويتهم او مع حياتهم او مع اي حاجة انتوا مثلا عندكم مشكلة فيها وهم حلوها ازاي. سلام، بس صلوا على النبي قبل ما تمشوا. مع السلامة.
بعشقكم وبحبكم قوي 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 قوي، واتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان يفعلكم الاشعار لو عملت قصه جديده.